هاي شباب، عدنا مرة أخرى إلى قناتكم قناة مينا والأستاذ خروف. في البداية من اشترك في القناة وتابع القناة ولايك ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا. حلقة هامة وهامة جدا، تحليل كامل وشامل لمباريات السبت 22/4/2023. كل الأندية الكبرى هتلعب النهاردة: ليفربول، مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني، ودوري أبطال أفريقيا، وكل مباريات الهامة النهاردة. في البداية طبعا حابب أشكر الجميع. ثانيا حابب الكل طبعا يشترك في القناة ومتابعة القناة طبعا واللايك، عشان نكمل في هذه السلسلة القوية، سلسلة تحليل كامل وشامل لمباريات الأسبوع الكروي. هنبدأ طبعا بأهم المباريات. طبعا امبارح طبعا باريس كسب ان جي 2-1. طبعا كيليان امبابي سجل هدفين. طبعا باريس سان جيرمان طبعا كلنا عارفين، وتوقعت لكم من اول الموسم بلا منازع ان باريس سان جيرمان هو بطل الدوري الفرنسي، لكن قلت لكم هو مش هيكمل كتير في دوري الابطال، وفعلا هو خرج من دوري الابطال وكان مكمل حتى الان في الدوري الفرنسي وبفرق كبير جدا. هو حاليا في المركز الاول بفرق 11 نقطة عن المركز الثاني، فخلاص يعتبر حسم الدوري بنسبة كبيرة. وخلاص كده او كده اصلا الدوري يعتبر باريس في دور 6 مباريات، يعني 18 نقطة. 18 نقطة على ال 75 دول، ممكن يوصل ل 93 نقطة. طبعا هو مش هيبقى رقم كبير قوي يعني، لأن كان أوقات بيوصل لأكتر من كده، كان بيعدي الأرقام دي. كان ممكن مثلا في توقع إن هو فريق زي باريس ده ممكن يوصل مثلا ل 100 نقطة، ولكن طبعا مش مهم. هو الفريق اللي يهمه هو الفوز ببطولة الدوري مش عدد النقاط. ولكن هو مقدم بطولة الدوري كويسة إلى حد ما، ومقدم شغل كويس. وبطولة الدوري كده أو كده تعتبر بطولة معتادة، وحتى لو فاز إن شاء الله باريس ببطولة الدوري الفرنسي هذا العام، مش هتبقى حاجة مهمة لأن هو كل سنة بيفوز بيها، بس هتفرق معاه في حاجة واحدة: ان هيكون اكتر فريق في الدوري الفرنسي تتويجا، لان هو دلوقتي مع 10 وسنتين مع 10، فهو لو كسب 11 هيبقى الفريق الاول في الدوريات الفرنسيه. ده بالنسبه للدوري الفرنسي. طبعا في بردك بعض المباريات، يعني ممكن بردك نشوفوا مثلا فريق نانت الفرنسي اخباره ايه. طبعا عشان طبعا مصطفى محمد بيلعب في عنده ماتش طبعا يوم الاحد مع تروا. طبعا هو فريق تروا طبعا يعني فريق بردك مش قوي جدا، ولكن للاسف الشديد نانت مش فريق قوي بردك. آه، الفرق بين نانت وتروا، يعني نانت في المركز ال 15 ب 31 نقطة، تروا في المركز ال 18 ب 21 نقطة. طبعا مش متابع انا قوي الدوري الفرنسي عشان اقول لكم، ولكن ممكن نانت يفوز على تروا بس بصعوبة شوية، ممكن يفوز بهدف نظيف او يتعادلوا 1-1، لان للاسف نانت مش فريق قوي، يعني مش بيقدر يسجل اهداف كتيرة، وفي نفس الوقت بيخش فيه اهداف كتيرة برضك. فمن الصعب جدا انه يعمل حاجة. ولكن هو السنة دي طبعا في مشكلة في الدوري الاسباني طبعا، وهي الدوري الفرنسي، ان هم عندهم السنه دي يعتبر في اقصاء 4 فرق من البطوله. يعني المركز العشرين والتسعتاشر والتمنتاشر والسبعتاشر هيهبطوا الى الدرجه الثانيه. كل الفرق عارفه ان اللي بيهبط مراكز الهبوط ال3 مراكز الاخيره، لكن السنه دي حاطين 4 مراكز للهبوط، فطبعا 4 مراكز للهبوط ده رقم كبير جدا. فنانت مش بعيد، نانت في المركز ال 15 والهبوط من ال 17، يعني فرق بينه وبين الهبوط مركز، والمركز حتى اللي هو فوقيه تقريبا متساويين في النقط. يعني نانت في موضوع صعب قوي، ممكن نسبة كبيرة يهبط السنة دي لأنه فريق ضعيف جدا. كيليان امبابي طبعا بيحافظ على صدارته الهدافين الدوري الفرنسي بالهدف رقم 22 بالهدفين اللي جابهم. فك الشراكة مع اللاعب جوناثان ديفيد اللي كان متشارك معاه، كل واحد سجل 20 وسجل هدفين بقى 22 هدف. امبابي طبعا بيقدم موسم كويس، 22 هدف برضك رقم حلو للاعب. ولكن هو برضك لسه في صراع قوي في الهداف، لان لسه جوزيف جوناثان ديفيد وراه، ولسه الكسندر لاكازيت طبعا لاعب اولمبيك ليون وارسنال سابقا لسه وراه، وفي لعيبه كتير قوي يعني مش فارقه عنه كتير. فداخل في صراع قوي جدا. ده بالنسبه للدوري الفرنسي. كل التوفيق طبعا للفريق. نروح بقى بعد كده الى مباراة هامة وهامة جدا جدا جدا. في الدوري التاني على طول وراه طبعا الدوري الفرنسي، هو البوندسليجا او الدوري الالماني. نشوف اهم الفرق. طبعا بكره بايرن ميونخ، او يعتبر النهارده بقى إن خلاص احنا بدانا يوم جديد، فيعتبر البايرن عنده مباراه هامه وهامه جدا مع فريق ميتس طبعا فريق مش قوي، بس البايرن طبعا عنده كارثه كبرى. البايرن السنه دي في الدوري الالماني يعتبر متذبذب جدا. البايرن الفرق بينه وبين بروسيا دورتموند عباره عن نقطتين. البايرن مش في افضل مواسمه هذا الموسم،
متذبذب جامد جدا، بيخسر نقط كتير قوي قدام الفرق كلها، بيخسر مش بايرن المرعب بتاع زمان. بقى يحصل له المشاكل، ولكن اعتقد انه هيفوز على نادي مينز طبعا، وهيقدر ياخد الثلاث نقاط ويعمل حاجة. ويحاول بنسبة كبيرة انه هيحاول الخروج من الكبوة اللي حصلت له امام مانشستر سيتي وخسارته باربع اهداف مقابل هدف، وهيحاول ان هو يرجع وياخد الدوري الالماني عشان يعوض طبعا، لانه خلاص كده مش عنده بطولة غير الدوري الالماني يلعب عليها. وهيحاول مش هيسمح طبعا ابدا ان نادي طبعا زي دورتموند السنة دي ياخد الدوري بتاعه طبعا، اللي مسيطر عليه بقاله 10 11 سنة، كل سنة البايرن بطل الدوري الالماني. فطبعا بايرن هتبقى سكته صعبة شوية السنة دي، ولكن هيفوز بس مش فرق كبير زي كل سنة، فرق 10 15 بونت، ممكن فرق 3 4 بونت بالكتير. نروح بقى بعد كده إلى طبعا الخصم التاني بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند بردك عاوز يكمل، عاوز يفوز على أندرلخت. أندرلخت فريق كويس على فكرة، مش فريق ضعيف. فريق حتى لو بردك هذه السنة مش في أفضل أحواله في الدوري الألماني وفي المركز السابع، ولكن أندرلخت ما ننساش أندرلخت عمل إيه في الدوري الأوروبي وخد الدوري الأوروبي. أندرلخت فرانكفورت لعب السوبر الأوروبي أو خسر، بس على الأقل بطولة كويسة إن هو شارك فيها. أندرلخت لعب دوري أبطال، فهيبقى مباراة صعبة شوية على دورتموند، لكن دورتموند أعتقد هيحاول بكل قوة إنه يفوز علشان يقدر يصارع مع البايرن، وينتظر تعثر البايرن في أي مباراة عشان يقدر ياخد الدوري الألماني ويحقق حلم بقاله كتير عليه. كده بروح لأهم الدوريات، الدوري الإيطالي. مباريات هامة وهامة جدا. مباراة مثلا زي مباراة نادينا الإنتر أمام نادي إمبولي. الإنتر في الدوري يقلق. الانتر في الدوري مشكله. الانتر في دوري الابطال قلت لكم هيوصل لمكان كويس، القرعه ساعدته، وقوعه في كل الفرق كانت سهله، وقوعه في بورتو ثم في بنفيكا، وحاليا حتى في الدور نص النهائي مع الميلان. الميلان حافظه، وممكن بنسبه كبيره يقدر يعدي يوصل النهائي. هو طبعا صعب جدا ياخد البطوله، ولكن ممكن يوصل نهائي بطوله، ده يبقى شيء كويس جدا للانتر. ولكن من الصعب جدا شغله في الدوري الايطالي. شغله في الدوري الايطالي ضعيف جدا. في الدوري الايطالي بيقدم كوره الى حد ما مش اللي هي. انتر مذبذب جامد. الانتر نزل في كارثة كبيرة في الدوري الإيطالي. الإنتر نزل إلى المركز السادس ب51 نقطة. والفرق كلها جاية وراه. أتلانتا جاية وراه ب49 نقطة في ضغط جدا. ميلان فوقيه ب53، نابولي فوقيه طبعا، نابولي لوحده، لاتزيو 61، يوفنتوس مع الشغل برضه اللي بيعمله مع الأداء اللي جيد جدا صعد تاني طبعا، بعد ما أعتقد بنسبة كبيرة إن يوفنتوس تقريبا رجعوا له ال 15 نقطة اللي اتخصموا منه على ما أعتقد، لأنه بقى في المركز الثالث حاليا. فأنا شايف الحقيقة هو يوفنتوس رجعت ال 15 نقطة دول ساعدوه جدا عودة ال 15 نقطة ليوفنتوس، لان واضح جدا ان يوفنتوس كان متراجع جدا 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 جدا. ولكن طبعا بعد ال 15 نقطة اللي رجعوا له دول نط جامد قوي، رجع لمركز ثالث، فبقى الصراع قوي يعني. رغم يوفنتوس نط جامد قوي، يوفنتوس بقى خصم منه ال 15 نقطة، كان في المركز السابع. بعد ما خد ال 15 نقطة دول رجع للمركز الثالث. فبقى الصراع الانتر عشان يخش في دوري الابطال السنة الجاية بقى صعب جدا، لانه بقى مع اكتر من خصم. يوفنتوس دلوقتي راجع بقوة. يوفنتوس بعيد عن الدوري الايطالي مش محتاج على نفسنا. لاتزيو بعيد عن الدوري الايطالي. نابولي خلص بنسبة كبيرة، خلص الدوري الايطالي من الدور الاول ومريح نفسه. عنده 8 مباريات يعتبر تحصيل حاصل، هيعمل فيهم كل ما عنده 24 نقطة. ال 24 نقطة دول نابولي لو وصل لهم هيوصل لرقم رائع، هيوصل ل 99 نقطة. نابولي عامل شغل كويس، وخصوصا كمان بعد الخروج من دوري الأبطال هيبقى من سهل جدا إنه يكمل في الدوري بكل قوة. لكن صراع المراكز من التاني لحد السابع مشتعل جدا. لاتزيو، يوفنتوس، روما، ميلان، انتر، اتلانتا، فكل دول داخلين بقوة. فلازم الانتر يفوز ويحاول يفوق شوية عشان على الأقل يخش مركز رابع عشان يقدر يلعب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. لكن ممكن يخسر نقط، لكن أعتقد الانتر بعد الصحوة دي هيقدر يفوز على إمبولي، بس مش هيفوز بسكور كبير، ممكن يفوز 2-0. نروح بعد كده لبقية المباريات الهامة. نشوف بقى يوفنتوس طبعا اللي خلاص رجع له 15 نقطة بقى وفاق. عنده مباراة في منتهى القوة أمام نابولي. نابولي ما يعتبرش المباراة دي بالنسبة له مهمة جدا، لأن نابولي خلاص يعتبر بنسبة كبيرة فارق كتير في الدوري الإيطالي. ولكن فوز نابولي على اليوفنتوس يفرق معاه في نقطة، إيه هي؟ إن هو لسه خسران وخارج من دوري الأبطال، وخسران من الميلان، من نادي أيضا من بلده، ممكن يفترس في يوفنتوس ويفوز نابولي على يوفنتوس، ونلاقي نابولي بيفوز على يوفنتوس وبيحقق نقاط هامة ويطير.
ولكن هل يوفنتوس مثلا بعد ال 15 نقطه اللي جوله والامل اللي رجع له ان هو يرجع تاني في دوري الابطال، هل ممكن انه يحاول بكل قوه برضك انه ياخد الثلاث نقاط دول علشان يطير على وصافة الدوري الايطالي، ولا صعب عليه؟ لكن اتوقع طبعا الشديد فوز نابولي، بس هيكون بالكثير 2-1 لان يوفنتوس عنده دفعه قويه للمباراه دي وعاوز يرجع. اي سي ميلان عنده ايضا مباراه يعني مش صعبه جدا الان، فريق ليتش اعتقد فوز الميلان 2-0 او 3-0 بروح. بعد كده نروح بقى نطير بقى الى اخر كام مباراه معانا كده في اخر الحلقه، نروح نشوف دوري الى ليجا او الدوري الاسباني طبعا بعد تخبطات كتيره. الريال امام سيلتا فيجو، طبعا الريال هيفوز على سيلتا فيجو طبعا لان الريال رجع بقوه. الريال في الدوري مش اقوى حاجه، ولكن الريال في الدوري بعيد جدا. الدوري فرق يعتبر سكور كبير جدا، فارق حوالي 11 نقطه، ده رقم كبير جدا. ولكن الريال هيحاول بكل ما اوتي من قوه في التسع جولات القادمين في 27 نقطه دول انه يوصل لسكور هيبقى كبير جدا، هو 89 نقطة. رقم كويس أوي، ممكن 89 نقطة ممكن ياخد الدوري، ليه ما ياخدهمش؟ برشلونة عنده 9 ب 27، في حال فوزه بال 27 نقطة هيبقى عمل رقم قياسي كبير جدا 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 جدا، إن برشلونة يقدر السنة دي يوصل لنقطة 100، وده هيبقى رقم رائع لو وصل برشلونة للرقم 100. يعني برشلونة لو وصل طبعا للرقم 100 هيبقى فارق أسطوري لو فاز في كل مبارياته، غير إن يبقى خد دوري، يبقى وصل موسم رائع جدا ما خسرش غير مباراتين وخد 100 نقطة، يبقى موسم تاريخي لبرشلونة. ولكن أعتقد الريال هيحاول يرجع، هيحاول ما تنصف المباراة وانتصر تعثر برشلونة. نروح بعد كده الى مباراة برشلونة شايفه طبعا هيفوز اكيد. برشلونة عنده اتلتيكو مدريد، مباراة قوية على برشلونة. اتلتيكو مدريد فريق يعتبر في اخر كام سنة صعد كخصم قوي، حتى هذا الموسم وهو في اسوأ مواسمه يعتبر بيسارع بقوة. هو في المركز الثالث ب 60 نقطة، فرق بينه وبين الريال 62 نقطة. عايز يفوز على برشلونة، عاوز ينتظر تعثر الريال سواء بالتعادل او بالخسارة امام سيلتا فيجو عشان يخش تاني. ولكن صعب جدا اتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة، اعتقد فوز برشلونة 2 لا شيء. نروح بقى بعد كده إلى بعض مباريات بقى، أهم مباريات الأسبوع في الدوري الإنجليزي أهم مباريات. في مباراة مهمة جدا تعتبر تهمني جدا طبعا، مباراة بين ليفربول ونوتنجهام فورست. ليفربول ينتظر بقوة الفوز على نوتنجهام فورست لأكثر من سبب. ليفربول دلوقتي موقفه معقد جدا وصعب جدا في الدوري الإنجليزي. ليفربول في المركز الثامن ب 47 نقطة، بينه وبين المراكز الأولى زي نيوكاسل اللي هو في المركز الرابع فرق كبير، فارق 8 نقاط. فمحتاج ان هو يفوز في كل مباراة، لا 9 نقاط كمان، 9 نقاط 9 نقاط. فعاوز يفوز في كل مبارياته الجاية، وينتظر تعثر يونايتد، ينتظر تعثر نوتنجهام فورست، هم اللي هيتعثروا. لان خلاص ارسنال خلاص ضمن التأهل لدوري الابطال وهو في المركز يا الاول يا التاني، والسيتي نفس الكلام في يا الاول يا التاني، خلاص دول في حته لوحدهم. واليونايتد بعيد، حتى لو اليونايتد مش قريب قوي لكن اليونايتد بعيد، يعني اليونايتد 59 نقطه بعيد، فرق بينهم وليفربول 12 نقطه، فرق كبير. يعتبر اقرب منافس لليفربول ونيوكاسل، هيحاول يخش يصارع معاه. ولكن في بردك في النص كذا فريق، توتنهام موجود بيصارع، استون فيلا موجود، برايتون موجود لعب مباراه اقل. فليفربول السنه صعب على نفسه جامد، واعتقد بنسبه كبيره ليفربول مش هيلعب السنه القادمه دوري الابطال، ويكاد يكون من الصعب بل من المستحيل نشوف ليفربول السنه الجايه في دوري الابطال. ده الواقع. ليفربول السنه دي بدأ بدايه هزليه، بدأ بدايه في منتهى السوء. ليفربول هذا الموسم، حتى لو الموسم بتاع مانشستر يونايتد لما رجع في اخر كام مباراه وكسب يونايتد 4-2 وعمل ماتش عمره وعمل مباراه وكسب السيتي وكسب تشيلسي وعمل موسم تاريخي وتأهل في دوري الأبطال، وقال لك طبعا صلاح ذكر، قال لك أنا كنت لازم نفوز على اليونايتد لأن اليونايتد كان من مصلحته إن هو يخسرنا عشان ما نتأهلش دوري الأبطال. ولكن بالرغم من كل اللي عمله ليفربول في السنة دي قدر يوصل، لكن السنة دي ليفربول مش هيقدر يوصل لأن السنة دي في فرق صعدت بقوة. اليونايتد صعد بقوة كبيرة حتى رغم خسارته في الدوري الأوروبي من إشبيليا وخروجه، فهيركز على الدوري بقوة في ان هو يساعد في المراكز المؤهله. نيوكاسل يونايتد هيموت نفسه على المراكز المؤهله الاولى، ونيوكاسل عامل موسم احسن بكتير من ليفربول، يونايتد عامل موسم احسن بكتير من ليفربول. حتى توتنهام بردك هيحاول على قد ما يقدر، استون فيلا هيحاول لان الفرق بين برايتون بردك هيحاول. فاعتقد موسم ليفربول انتهى دوري الابطال بقى يكاد يكون صعب. ليفربول ممكن يبقى اخر احلامه انه يلعب على دوري اوروبي، ده لو قدر يوصل لدوري اوروبي. ولكن هو هيحاول يوصل نوتنجهام انا مش مطمن ليفربول امام نوتنجهام، رغم ان ليفربول فريق اقوى من نوتنجهام كتير. نوتنجهام في مركز الهبوط، نوتنجهام حاليا في المركز ال 18 ب 27 نقطه وليفربول ب 47 نقطه، فرق 20 نقطه.
وفرق كبير في المراكز، ولكن ليفربول عشان نبقى فاهمين امام الفرق الضعيفه بيخسر، قدام بورنموث بيخسر، قدام الفرق اللي واقعه كلها بيخسر، قدام بورنموث بيخسر، قدام نوتنغهام فورست بيخسر، قدام ساوثهامبتون بيفقد نقط، قدام ليدز يونايتد بيخسر، قدام ايفرتون بيفقد نقاط. فهو ليفربول مشكلته امام الفرق الضعيفه بيفقد نقاط كتير وبيخسر من الفرق الضعيفه. ولو نشوف مباريات ليفربول هنلاقي ليفربول معظم مباريات اللي خسرها هذا الموسم كلها من الفرق الضعيفه. اه هو خسر من فرق قويه لكن معظم الفرق الضعيفه خسر منها، خسر من فرق كتير قوي. فده دمره. تتعادل مع كريستال بالاس، خسر نقط من كريستال بالاس، خسر من برايتون في الكاس، خسر من ولفرهامبتون، خسر من برايتون، خسر من كل الفرق اللي مش قويه، خسر من برنتفورد. فيعني مشكله على ليفربول هذا الموسم. خسر من كل الفرق اللي هي مش قوية، خسر منها وضيع نقط كتير قوي. فأعتقد من الصعب، خسر من ليدز، خسر من فرق كتير قوي، خسر من نوتنجهام فورست، خسر من بورنموث. فأعتقد صعب جدا ليفربول ممكن بكرة يخيب وهذا مع برايتون، فقد نقط كتير أمام الفرق السهلة. فأعتقد ممكن بكرة يعني ليفربول يخيب أملنا ويتعادل امام نوتنغهام فورست او يخسر. ولكن نتمنى ان ليفربول يفوز، لكن انا مش متمنى، ولكن اتوقع بنسبه كبيره فوز ليفربول بصعوبه بالغه بهدف نظيف او بهدفين مقابل هدف. ولكن المهم اللعيبه تكون مركزه ومقدمه احسن مبارياتها. بعد كده بقى نبص بصه طبعا على الارسنال اللي تعادل مع ساوثهامبتون. ارسنال خلاص يعتبر بيضيع الدوري الانجليزي من ايده. ارسنال في اخر 3 مباريات فقط 6 بونت، خلاص كده طير الدوري من ايده. تعادل مع ليفربول 2-2، تعادل مع وست هام 2-2، تعادل مع ساوثهامبتون 3-3، خلاص ضيع الدوري على نفسه. اه هو كان ممكن ياخد الدوري، ولكن زي ما قلت لكم في اول الموسم قلت لكم ارسنال عامل بدايه قويه جدا، وكان ارسنال مش هيقدر يوصل لنهايه الدوري وهو متصدر. هو ارسنال ممكن يطلع تاني لان مانشستر سيتي بقوته بامكانياته وبعناصر القويه جدا اللي عنده مستحيل نبقى واقعيين، مستحيل جدا يقدر يفوز بالدوري الانجليزي. هو كان هدفه يلعب على دوري الابطال، ولكن هو يعني كان شغال كويس والدنيا كانت شغاله معاه، العجله كانت شغاله معاه، ولكن خلاص العجله تعتبر وقفت. وفي مباراة برضه قوية جدا أمام توتنهام ونيوكاسل. توتنهام هيحاول يفوز، ولكن أتوقع فوز نيوكاسل بهدف نظيف. كده نقول خلصنا كل مباريات أوروبا. نروح بقى نبص على أهم مباريات دوري أبطال أفريقيا اللي هنختم بيه حلقتنا، هو الدوري المصري. واذكركم ان شاء الله ان في نصف الاسبوع ممكن على الاثنين او الثلاثة على حسب هتنزل لكم حلقة تانية قبل انطلاق الجولة القادمة من بطولات النص التاني. النص التاني بمعنى ايه؟ ان طبعا احنا كلنا عارفين 3 و4 دايما في دوري ابطال، طبعا 3 و4 دول مفيش دوري ابطال ولا دوري اوروبا ولا اي حاجة. ففي مباريات في مهمة جدا زي مباراة ارسنال ومانشستر سيتي، مباراة هامة جدا في الاسبوع ده، النص التاني من الاسبوع اللي هو بعد يوم الثلاث والاربع والخميس. فطبعا ال3 4 ايام دول هننزل تحليلهم في المباريات دي، بس مش النهارده، هنزلهم ان شاء الله في حلقه يوم الاثنين او يوم الثلاث. فطبعا تابعوا القناه عشان توصل لكم كل جديد. طبعا النهارده الترجي التونسي كان بيلعب شبيبه القبائل في الجزائر، قدر يفوز بهدف نظيف عن طريق محمد علي بن حميده. طبعا الترجي طبعا خسر في 5 جويله. الترجي طبعا زي ما قلت لكم بنسبه كبيره هيتاهل الى نص النهائي، لان سكته سالكه جدا، لان شبكه القبائل مش الفريق المرعب الحقيقه. هو حاول، ولكن سكه الترجي اسهل بكتير من شباب بلوزداد. ده بالنسبه للمباراه. بعد كده نبص بقى على المباراه اللي تهمنا. عندنا مثلا مباراه مع الاهلي والرجاء المغربي النهارده في تمام الساعه مساء في استاد القاهره الدولي. الرجاء داخل المباراه عاوز يفوز، عاوز يكمل مع منذر الجبال مدرب منتخب تونس، مدرب مخضرم، مدرب عنده خبرات قويه. والرجاء عنده عناصر قويه جدا على فكره. والرجاء حتى الموسم اللي فات رغم خسارته من الاهلي، ولكن كانت خساره صعبه جدا، وفضل في وقت كبير جدا من المباراه ان نادي الرجاء المغربي هو اللي متأهل في مباراة هناك في ملعبهم في المركب محمد الخامس. لغاية الدقيقة 43 أو 44 كانوا هم المتأهلين بهدف فابريس نجوما، ولكن رجع طبعا محمد عبد المنعم بالركنية طبعا وسجل الهدف وتعادلوا، وبعد كده تأهل الأهلي وراح لنص النهائي السنة اللي فاتت. ولكن أنا شايف الرجاء السنة دي عنده خبرة أكتر من السنة اللي فاتت، عنده قوة أكتر من السنة اللي فاتت. شايف المباراة تبقى صعبة جدا، ولكن أعتقد هيكون نتيجة من الاثنين، يا إما فوز الأهلي 2-1 بصعوبة أو تعادل بين الأهلي والرجاء المغربي 1-1، لأن الرجاء عنده عناصر هجومية قوية جدا، والأهلي بالرغم من إنه بيقدم مستويات جيدة جدا هذا الموسم، ولكن هو الأهلي أوقات أمام الفرق الكبرى بيهتز شوية، مستواه بيتذبذب شوية. وشفنا أمام صن داونز مستواه كان متذبذب جدا 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 جدا، ودي طبعا نقطة سلبية. وايضا الرجاء في المجموعات قدم مجموعات قويه جدا، واعتقد الرجاء ممكن يتعادل هنا في القاهره او على الاقل يسجل هدف، والهدف ده هيكون بمثابه سلاح مهم للرجاء، لان الرجاء هدف هنا يفرق معاه كتير يساعده جدا. ولكن هتبقى مباراة صعبة، تبقى مباراة ممتعة طبعا. نتمنى كلنا
التوفيق للاهلي، وكلنا طبعا نتابعها ونشوف راينا فيها. نبص طبعا على بقيه المباريات. طبعا اتوقع لكم على السريع كده المتأهلين في دوري أبطال أفريقيا. شبيبة الكبار والترجي أتوقع تأهل الترجي الرياضي التونسي. سيمبا التنزاني والوداد الرياضي المغربي طبعا أتوقع تأهل الوداد الرياضي المغربي. بلوزداد وصن داونز أتوقع تأهل صن داونز الجنوب أفريقي. الأهلي والرجاء المغربي أتوقع تأهل الأهلي، يعني اللي هيتأهلوا الأهلي وصن داونز والترجي والوداد. هتبقى نسخة قوية جدا، هيبقوا أربع فرق كبار جدا، هيبقى بنسبة كبيرة نوصل إن شاء الله يعني. هيبقى كبيرة الترجي والأهلي والوداد وصن داونز. طبعا هيبقى بطولة قوية جدا، وأنا يعني أتوقع بنسبة كبيرة من دلوقتي، وقد أحاسب على الكلام ده، ولكن توقعي إن هيكون بنسبة كبيرة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام هيكون نهائي استثنائي ونهائي عربي خالص للمرة التانية. هيكون بين نادي الأهلي ونادي الوداد الرياضي المغربي للعام التاني على التوالي، لان صن داونز هيلاعب الوداد في نص النهائي بنسبه كبيره، ولكن صن داونز بنسبه كبيره مش هيقدر يفوز على الوداد، لان الوداد قبل كده طلع صن داونز اكتر من مره. طلعوا في النهائي اللي لعب الاهلي، وطلعوا في النهائي اللي لعب الترجي، وبنسبه كبيره هيطلعوا تالت في النهائي السنه دي قبل ما يلاعب الاهلي. هيطلعوا هو اللي لعب الاهلي الوداد في النهائي، لان الوداد السنه دي من اقوى الانديه. الوداد الرياضي المغربي هو والاهلي وصن داونز والترجي، ولكن صن داونز طبعا انديه جنوب افريقيا يعتبر الصلة في الكورة الأفريقية مش قوي، لأن هو فريق متوج بس تقريبا ببطولة دوري أفريقيا واحدة، ولكن توفيق طبعا الأهلي، كل توفيق لأنديتنا العربية. بعد كده نبص طبعا بالنسبة للدوري المصري ده، لو في مباراة في الدوري المصري الأيام دي نتكلم عليها، لو مفيش خلاص هنختم حلقتنا. طبعا لا مفيش مباريات دلوقتي. مباريات أقرب مباريات في الدوري المصري هتتلعب إن شاء الله، هتتلعب يوم الثلاث الجاي، فممكن ننزل حلقة الدوري المصري مع الحلقات القادمة الأربع والثلاث والخميس والكلام ده، نبقى ننزلها مع حلقة النص التاني من الأسبوع يوم الثلاث إن شاء الله. كده في النهاية وصلنا حياتنا في النهاية، مشارك في القناة والقناة ولا تنسوا على مشاهدة